بعطيك القصة اللي صارت لي أمس والحمد لله. أمس كنت معزوم في استراحة عند الشباب، أخذت بنيتي معي، قلت لها يلا تعالي يا ليان خلينا نروح. أخذتها هي بالحالة معي، رحنا على الاستراحة وأخذت ملابس السباحة معها على بالها أنها بتتسبح، وأخذت فوطتها وأخذت أمورها كلها وقشها. أتفاجأ قلت له خلاص يلا نمشي، ما عجبتني نظافة المسبح وكذا، قلت له خلاص ما بتسبح يا بابا. قامت تبكي وتصارخ، قلت له خلاص خلينا نمشي. اقنعتها الزبدة اني باخذها مرة ثانية على استراحة ثانية وان شاء الله يكون انظف وتتسبح يا بابا وكذا. ركبت السيارة وهي زعلانة، مشيت من الاستراحة تقريبا الساعة 12:30 الليل، وانا ماشي على نقطة تفتيش ديراب. وصلت هناك على التفتيش مو رابط الحزام، وقفت عند التفتيش، فتحت الدريشة هي على طول، يا شرطة هذا خطفني، وقال اقول انه ابويا هو خطفني. على طول العسكري فتح علي الباب وجرني جري لبرا. خطفتها ما خطفتها؟ قلت والله بنيتي. قال لا خطفتها، وهي قاعدة تقول لهم خطفني ويعلمني يقول انه ابويا. يا بنت الحلال حولي بدلي. قالت لي لا ابدا والله، يجرني وكلبشوني، عطني الكلبش وكلبشني ودخلوني على الغرفة عندهم جوا، وقاموا معي تحقيق سين جيم. من وين جيت وكيف عرفتها؟ انت جاي ومعك طفلة صغيرة عمرها 5 سنوات وجاي من مكان كل استراحات وتقول خطفني؟ اقول لهم والله بنتي. قالوا تعال نسألها. راحوا سلمك الله يسألوها، وسألوها مين هذا؟ تقول ما أعرفه. وش اسمه هذا؟ تقول ما أدري. يا بنت الحلال أنا أبوكي. قالت ما أعرفك. والله بنتي، وإثباتها المشكلة أنه ما كان معي والله، وجاني تكفيخ وحطوني على أني إنسان مختطف، وقعدوني تقريبا 45 دقيقة إلين ما سألتهم وينه هو. قال لها مين؟ قالت لي خطفني. قال لها هناك في السجن، بنوديها قال لها المشرحة نقطعه ونذبحه ونقطعه ونروح نرميه في المقبرة. ذيك اللحظة هي خافت، قالت هو مقلب هذا أبويا، خلاني أسبح وأنا سويت له مقلب. والله يا جاني أمس شيء يعني ما عمري شفته. عمو ياسر أمس رحنا على الاستراحة، بعدين أنا البنات نزلوا يتسبحوا، جبت ملابس سباحتي وجبت منشفتي. بعدين بابا قال لي يلا اركب السيارة. ركبت السيارة وانا زعلانة. قلت له بابا خلاني اتسبح. انا خلاص بكيت، كنت بدوخ اصلا. بعدين هذا لا شوف، بعدين يا عمو ياسر وصلنا لنقطة نص ساعة، وصلنا لنقطة التفتيش. بعدين قلت يا شرطة فتحت الشباك، قلت يا شرطة هذا واحد خطفني. فتحوا له الباب وضربوا ودخلوا إلى غرفة وربطوا يده، والشرطة قاعدين يكلموني. وتعال شوف بعدين شوف وش قالوا لي هذا الشرطة. قالوا لي ها تعرفي وش اسمه؟ قلت له لا. قال لي تعرفي لقمة؟ قلت له لا. قال لي وين أمك؟ قلت له بالاستراحة، أخذني 6 منها، كنت أبي أرمي الزبالة. بعدين هذا خطفني وبعدين قالوا لي تعرفي رقمه؟ قلت له لا. بعدين قالوا هذا الخطف بنذبحه ونحطه بالمقبرة. وانا خلاص قلبي هذا كان بيتوقف. قلت يا شرطة واقسم بالله احلف لكم المصحف الكريم، واحلف بعد تقصد ان انا كذابة، واحلف انه هذا مقلب عشان انه هذا يكذب وما يخليني اتسبح، دايما يكذب وخلاص.